هم المصريون، بعضهم يذهب للمسجد وبعضهم يذهب للكنيسة. هكذا قال المندوب السامي البريطاني لورد كرومر عن الشعب المصري إبان فترة الاحتلال قبل نحو قرن من الزمان. لكن السنوات الأخيرة شهدت تغيرا في هذا المشهد، وباتت أعصاب المصريين مشدودة على الوتر الطائفي. ففي قلب الكنيسة وقبل 6 سنوات تظاهر مسيحيون غاضبون ضد ما اعتبروه اختطافا للسيدة وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أعيدت بأمر رئاسي فيما بعد للكنيسة لتوديعها أحد الأديرة. بعدها توالت الوقائع المشابهة، وكان آخرها واقعة السيدة كاميليا شحاتة التي قيل إنها أسلمت ثم أجبرت على العودة للكنيسة. ليتظاهر مسلمون غاضبون طالبوا بمحاكمة من أعاد كاميليا للكنيسة ومحاسبة بابا الأسكندرية البابا شنودة الثالث لترتفع درجة حرارة العلاقة بين الطرفين. وفي هذه الأجواء خرج سكرتير المجمع المقدس الأنبا بشوي الذي يعتبر الرجل الثاني في الكنيسة ليعلن في حوار صحفي ما اعتبر طعنا في الإسلام والمسلمين. ما قاله الأنبا بشوي هو طبعا قال إن تصريحاته قد أسيء فهمها، لكن هو في كل الأحوال نحن نرفض أي إساءة الأديان، نرفض أي إساءة لأتباع الأديان. لكن هذا التبرير لم يقنع علماء مسلمين دعوا لاجتماع بمجمع البحوث الإسلامية لمناقشة الأمر في مناخ قالوا إنه يستهدف التهدئة من جانب والدفاع عن الإسلام من جانب آخر. اجتمعنا وناقشنا الموضوع في هدوء وفي إطار الحفاظ والحرص على أمن مصر والوحدة الوطنية، وأيضا في إطار الدفاع عن الإسلام. هي إذن دعوة لمن أطلق تصريحات اعتبرت طعنا في القرآن الكريم وتزييفا على علماء المسلمين لمراجعة ما قاله، فالعقائد الدينية للمصريين جميعا خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه. وعلى هذا تصبح الدعوة مزدوجة للمسلمين والمسيحيين أن تصدوا معا للفتنة وتجنبوا الخوض في العقائد وأعيدوا المشهد كما كان. مصريون بعضهم يذهب للمسجد وبعضهم يذهب للكنيسة. سمير عمر، الجزيرة، القاهرة.